سؤال من الأسك. مامتي يا دكتور عندها 55 سنة وبقالها حوالي شهرين كده البيريود بتقطع مش منتظمة، ساعات بينزل عليها دم وقتها مش طول اليوم، ده سن اليأس وانقطاع الدورة ولا إيه يا دكتور؟ في نفس الرسالة دي بالظبط بتسألها كل يوم، عشان كده قررنا نعمل فيديو لكل المامز الكبار شوية ونهتم بيهم. أنا دكتور أحمد بدر الدين، والفيديو ده هتكلم عن سن اليأس وانقطاع الدورة الشهرية. سن اليأس هو مرحلة طبيعية تمر بيها أي ست في حياتها، بيكون معاها مجموعة متنوعة من الأعراض النفسية والجسدية، وكمان ممكن إننا نخفف شوية من الأعراض دي عن طريق نمط الحياة كويس متوازن واستخدام بعض العلاجات. الفترة دي بتحصل من سن 45 ل 55، بس طبعا ولا يهمك احنا لسه شباب. بيحصل انقطاع ده تدريجي، عشان كده في البداية بتحس ان دورتك مش منتظمة. كل ده بيحصل طبعا بسبب المتهم الأول في حياتك، وهو الهرمونات، اللي بيكون السبب الرئيسي فيه هو قلة هرمون الاستروجين. من ضمن اعراض الفتره دي الهبات السخنه، ودي بتعتبر من ضمن اول الحاجات اللي بتلاحظيها، بتكون في البدايه عامله لك ازعاج شديد، وفيها بتحس بارتفاع مفاجئ في درجه الحراره وبيصاحبها تعرق واحمرار في الجسم. تاني عرض هو جفاف المهبل، واللي بيسبب لك عدم راحه اثناء الجماع، ده طبعا غير اضطرابات النوم والتغيرات المزاجيه المستمره والقلق والتعرق الليلي. تشخص المرحله دي عن طريق ان حصل انقطاع للدوره الشهريه لمده سنه كامله، او انقطعت لمده 6 شهور مع ارتفاع هرمون الاف اس اتش. سن اليأس حاجة طبيعية هتمر بيها أي ست، وعشان كده ملهاش علاج محدد، ولكن ممكن نقلل الأعراض اللي ممكن تكون تعباكي شوية بحاجتين. أولا إن احنا نغير نمط الحياة بتاعنا، زي لو تعرضت للهبات السخنة دي نحاول دايما إن احنا نلبس هدوم خفيفة ونشرب مشروبات باردة، ونقلل من شرب القهوة والشاي. تشربي مية كتير جدا، حافظي على وزنك، وزودي من الأكل اللي فيه الكالسيوم زي البيض واللبن عشان نتجنب هشاشة العظام. تاني حاجة اللي هو العلاج الدوائي، زي علاج جفاف المهبل بكريمات الاستروجين الموضعية. قبل كل ده لازم كل سيدة بتمر بالمرحلة دي تلاقي الدعم والحب من اللي حواليها، عشان تقدر تعدي المرحلة دي والفترة دي نفسيا وجسديا. ليكي منا كل الدعم والحب، وهتفضلي صغيرة مهما كان.